نحن الكرد نجينا بمعجزة، لو لا عندنا عمق حضاري كان ما نجينا، كان ذبنا، كان صرنا عرب وصرنا ترك وصرنا فرس وصرنا غير شعوب، لكن بقينا لأنه أجدادنا كانوا عندهم أسرارا يحتفظوا بهويتهم. لكن هاي الهوية حاليا في عصر العولمة متعرضة لاضطهاد شديد، لازم وتعتيم ومحاربة ومنع. نعم في حرب. قبل كانوا يقتلونا بالطيارات وبالكيمياوي وبالبنادق وبالدبابات، هسه لسه راح ذاك ما حصل كثير منه، لكن بيحاولوا يقضون علينا ثقافيا. طبعا راح يحاربك. انت بمعرض حديثك ذكرت كلمة فخر وفخور، هم راح يحاربونا لحتى نحن ما نعرف انه كلمة فخور كلمة كردية اصلا. لو انت لو ما يحاربوك طبعا راح تعرف انه كلمة فخور كلمة كردية يعني. نعم يا زلمة، خوريه بالافستا يعني المجد. نعم. المجد صحيح. لما انت تعمل شيء عظيم هذا اسمه خوريه بالافستا. نعم. بالبالوية صارت خوره. انت ما ممكن تفخر الا بشي مجد انت مساويه، هذا اسمه فخور. خور من الشمس. نعم. الشمس، لانه المجد جايه من الشمس. لقب من القاب اهورا مازدا هو خورهومند باللغه البالويه. نعم. بسملتهم بالكتب المكتوبه باللغه البالويه الزردشتيه لما يبلشوا يكتبوا عندهم بسمله. البسمله يعني كيف بالقران يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندهم ايضا يقولوا بنام ودنيروغ ودياريه دادار اورمزدي رايو مندي خورهومند. طبعا الكردية سيعتقد انه هاي كلمات غريبه، كل كلمه من كل حرف من هذا اللي ذكرته هي موجوده حاليا في لغتنا اليوم وبنستخدمها يوميا، وهذه هي البسمله. من صفات اهورا مازدا خورهومند يعني ماجد عظيم صاحب الشمس او مثيل الشمس. خورهومند بالضبط صح كلامك. اقول لك انت لو تقدم اوراق علميه ما في جامعه تعترض على كلامك، لانه هاي لسانيات الا قوانين وقواعد. بس انا اذا بتسمحوا لي عم يسالوا تحت، سالوني وانا اجبت بس ما اقتنعوا بالاجابه تبعي. عم يسالوا امتى تاريخ الكرمانجي، اللهجه الكرمانجيه قديش قدمها كتاريخ؟ يعني اذا في حدا عنده اجابه. يعني جوابه بسيط. اقدم اثر كرمانجي على حسب علمي، اقدم اثر كتابي باللهجه الكرمانجيه هو للمسيحيين الكرد. ذكروا الارمن انه الاكراد المسيحيين بيحكوا بالميدية، هو الارمن بيسموا الكرمانج ميديين بالمناسبه، هاي كمان عرفوها. وذكروا النص، نص عباده المسيحيين الكرد قدماء هو نفسه كرمانجي، والنص اللي بعده يجي مباشره هو اشعار ملاي جزيري ما في قبله شيء، فما بنعرف بالضبط اللهجه الكرمانجيه هاي اللي مستخدمه حاليا. هذا اوله وهذا وسطه وخاني وصولا الى جقرخين والحاليين الموجودين. لكن امها ايش هاي اللهجه الكرمانجيه؟ امها وين مين امها قبل 1500 سنه 1600 سنه 1700 كانوا الناس بيحكوا كرمانجي؟ في ورقه مكتوبه بالكرمانجي؟ لا ما في ورقه شيء على الجبل على الحجر على الورق مكتوب سوراني؟ لا ما في شيء واحد بهلوي الزواني يسموه رسميا زواني بهلواني. الزواني يعني زمان، بهلواني البهلويه. شو يعني بهلة؟ شو يعني بهلواني؟ بهلة هو اسم منطقة كردستان الوسطى والجنوبية في العصر الساساني، هو اسم. لما نقول بهلة كانوا بيلفظوها مكتوبة هيك بالنصوص البهلوية، برتا أو بهلة هي ماخذة اسمها من مين؟ من البارثيين اللي يسمون بالإنجليزي بارثيانز، بارثيين بالعربي بارثيين، ومرات يقولوا فرثيين اللي هم هذا الشعب اللي اجى من كانوا شو اسمه دولة مملكة ضمن الاتحاد الميدي، وبعد ما اجوا اليونان واسقطوا الدولة الأخامنشية اجوا هذول الى منطقة كردستان اللي مكتوبين بالقديم برثوان بهلوان، فصارت اسم منطقة ميديا. مرة بالعصور الساسانية مرة بيسموها ميديا، هاي المنطقة الكردية كرمانشاه همدان شهرزور وهاي المناطق بيسموها مرة بهلة، تلاقيهم مسمينه مرة يقولون ما يعني ماذا يعني الميديا. من هاي الكلمة جاية اسم اللغة، اسم الشعب اللي كان يسكن هنا. طيب مين كان يسكن؟ هسه مين يسكن هون في بهلة؟ هم نفسهم الكرد
سكان هاي المنطقة. طيب كلمة بهلة وبالا باقية في اللغة الكردية اليوم؟ أي أثر له؟ نعم باقية بعدة صيغ. كردستان الجنوبية نقول بالا، نفس هاي المنطقة بنسميها بالا، وفي قرى اسمها بالا وأهلها. في عندنا عشيرة كبرى في كردستان الجنوبية اسمهم بالاني، يعني بهلوي، بالاني عشيرة كردية من الزنقلة يسمون بالاني. طيب في شيء ثاني، نعم كلمة بهلة تحولت في العصر الإسلامي بعد ما أجوا، ما في حرف الباء صارت فهلة. طب شو فهلة؟ فهلة وكتبوا بها الشعراء الأكراد، كانوا يكتبوا بها شعر، نوع من الشعر في العصور الإسلامية الوسطى يسموها فهلويات، من كلمة فهلة اللي هي نفسها كلمة بهلة وبالا وبالاني. ومنهم شعب الفيل، في الكرد الفيلية، فيلي من فيلة، فهلة أصبحت فيلة في اللسان الدارج للقبائل الكردية اللي هم الفيليين حاليا، اللي الكلهر واللور واللك نسميهم. أنا فيلي، أنا واحد فيلي. كلمة فيلة اللي ينسب إليها فيلي جاية من كلمة بهلة القديمة اللي هو اسم اللغة. زواني بهلوانيق يعني اللغة البهلوية، ونقول بهلوانيق البهلوي. بهلوان يعني الشعب اللي كان يسكن هنا، البهلوان. وبهلة هو اسم المنطقة هاي كردستان الجنوبية. هاي بس لا أكثر. ولا زالت ونقول بالوان حاليا، الكرد يقول بالوان يعني بطل، يعني قوي. هذه صحيح كلامك صحيح. وهي هاي نفس الجذر هذا استاذ مشتاق يتقاطع مع كلمة بالاهي وبالا باللغة الكردية، بالضبط، اللي هم هو سكان نفسه. السهول واللي يشتغلوا بالزراعة يعني. نعم هو نفسه، لأنه البهلوان لما في العصر القديم تقول بالعصر الساساني لما تقول بهلوان هم الكرد أهل، أنا قلتها قبل ما تيجي أنت، هم الكرد اللي أهل المدن والقرى الزراعية. ولما تقول كردان هو الأكراد الكوتشر. نعم، وهو نفس مثل ما الجذر اللي فيه معنى القوة هسه يعني، لما اللي هو تقول البيل. كرمانج ما يعني كوتشر، الكرمانج يعني الكرد الفلاحين واهل المدن. لما تقول كوتشر يعني الكردي اللي بيلف، هذا كردي وهذا كردي، بس هذا اسمه كرمانج، هذا اسمه ايش؟ كوتشر. بالضبط في العصر الساساني نقرأ في النصوص البهلوية كلمتي بهلوان يعني الكرد من أهل الزراعة والمدن، مدن كبرى كانت عندهم ومدن صغرى، وكانت عندهم قرى أهل الزراعة، والكردان هم أهل البادية أهل بين الجبال. هي وضحت راحت انتهى. هذا ردا على قال لي أردوان كان فارسي، لا أردوان كان كردي من البهلوان. طب ليش عير أردشير بأنه طبعا كل أهل القرى الكرمانجي يكره الكوتشر والكوتشر يكره الكرمانجي إلى فترة قريبة، يكرهوا بعض. أهل المدن والزراعة يكرهوا أهل الأغنام والأبقار، لأنه هذول يجوا يأكلوا زراعة هذول، وهي قصة طويلة. ليش الأكراد واحد؟ الكردي عنده مشكلة بدماغه لأنه ما دارس تاريخه بنفسه، بياخذ تاريخه من الآخرين بياخذ. ولا لا أردوان والدولة البارثية أكراد، كذلك الكردان أكراد، كذلك الكرمانج أكراد، اللك أكراد، هاي كلها كردان. لكن بده تدوين. بس ليش مؤرخين ما بيحكوا عنه؟ هون لازم انتم تسألون ليش. في واحد اسمه مشتاق وفي واحد اسمه الياس وعلي كولو بيحكي غريب عنه، حكي غريب ما بنفهمه. تعالوا انتم شو رأيكم؟ هذا الكلام صحيح غلط؟ هذول بياكلوا تبن، قاعدين بيسبونا، ما بنفهم. اسألوهم، اسألوا الأكاديميين. أنت يا كردي، طب معقولة أنت يا كردي ما تعرف أكاديمي كردي؟ واحد كردي من هالكثيرين اللي بينشروا هالكتب تبعونهم، اسألوهم هذا كلام صحيح غلط؟ قاعدين بيضحكوا علينا بيتسلوا فينا ولا شو القصة؟ من أكثر من 25 سنة أنا قريت كتاب المستشرق الروسي فلاديمير مينورسكي عم يذكر فيه أنه أقرب لهجة كردية إلى اللغة الميدية هي لهجة الكرمانج أو اللهجة الكرمانجية. صح، لأنه في الميدية اللي هي زي الآفستا وزي الآريائية في صيغة مثلا المذكر والمؤنث. كل الكرد ما عندهم مذكر ومؤنث، إلا الكرمانجية فيها المذكر والمؤنث. وفي الميدية
الكردية القديمة موجود المذكر والمؤنث. هذا أبسط مثل. صح. يا سيدي راح اضرب مثال عملي قبل ما يسكر الاستاذ علي. هلا نحن بمنطقتنا استاذ مشتاق والكل يسمع استاذ مروان واستاذ علي، اخواننا الكوتشر يقولوا فلانكس ديماني. نحن هلا ما حدا منا فكر انه شو معناها، حتى لما تروح على المعجم الكلمه يعني رغم انه هي ملفوظه ومنطوقه نعم. والكلمه حيه، لكن ما حدا عرفها، ما سوى لها ديفينيشن. يعني هي مشكله اللغه الكرديه انه ما في ديفينيشن للكلمات، الكلمات ما لها معنى مضبوط، ما لها معنى، ما حدا كاتب كتاب عنه، من وين يجي؟ يعني انا ما قدرت افهم بالضبط شو معنى هالكلمه هاي، اعملها ديفينيشن يعني ضبط، يعني ارجعها لمعناها الاصلي الا من خلال رجوع الباليو والافستا. هلا بالافستا والبالويه ديم 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 يعني هو الشيء المنزلي الاليف اللي انت تربيه المدجن، يعني نعم. اللي هي صارت دخلت الانجليزيه صارت تيم. اكرادنا الكوتشر اللي هم يعتبروا بدو الاكراد يعني يقولوا فلانكس ديماني يعني حضري اللي هو حضري صاحب المنزل يعني. مثل العرب احنا عندنا حضر وبدو، يعجبكم يا كرد ما يعجبكم طخوا راسكم بأدخل يا سيدي. والكلمه دخلت العربيه يقولوا دامنا ودامكم، يعني بيتنا وبيتكم يعني. نعم صح. لاحظ صح. دام، لانه دام باللغه البهلويه دام بالالف يعني الحيوانات اللي بتربيها وهاي يسموه دام مجموع. واكثر من هيك صارت بالانجليزيه دوميستيك يعني محلي يعني. نعم. دام داري يسموه. بو شو يعني بالكرديه؟ بو مش يعني رائحه؟ بو يا نحن بنقول الكرمانج بيقولوا بهن بين، هي بو. احنا بكردستان الجنوبيه نقول بو. طيب ستان يعني شو ستان؟ يعني ارض، يعني بلاد. ايه. طيب لو جمعنا مكان. بو وستان ايش يعني؟ بستان موطن الرائحه. موطن الرائحه. طيب كلمه بستان العربيه تعني الحديقه اللي هي. هل في اثر تاريخي بهلوي، ما نقول كردي، بهلوي نرجع له؟ لأن في كرد احنا بكردستان الجنوبي نقول بوستان يعني باخ، نقول باخ لكن ايضا نقول بوستان نقوله مثل الحديقه الصغيره نقول بوستان. مكتوب نصا في نص معنوي بهلوي كلمه اكثر من كلمه بوذستان. بوذ في اللغه البهلويه تعني البو يعني الرائحه. بو ستان نفس المعنى بالكردي، بوذستان والرعش. يحكي عن هذا ماني لما راح عند واحد من الملوك وحكى معه وتناقش معه، فيذكر هذاك الملك كان هسه مسوي له بستان وعازم الناس، فيقول له اندر وهشتي كتونام بريه اواغون بوذستان. هذا واغون بوذستان، شو واغون من بوذستان؟ في الجنة اللي بتحكي عنها أندر وهشتي. أندر يعني هندر، وهشت يعني بهشت، كي يعني كي، تو يعني تو، نام يعني ناف، بري يعني دبي يعني بري. أهاد يعني هيا بحاليا. أواغون يعني أوا يعني هكذا. بوذستان بستان. شواغون من بوذستان مثل بستاني. هل في الجنة التي تتحدث عنها يوجد بستان مثل بستاني؟ هذا النص تاريخي، ورقة قديمة مهررة موجودة في متحف برلين، تقدر تطلع بالسيارة بتاكسي تاخذ وتروح تشوفها، بعطيك رقمها وتروح تقول معطوني الوثيقة رقمك كذا، تقرأ كلمة بوذستان اللي هسه العربي يقول بستان ماخذينها منا. فبعد عن شو بنتكلم؟ هاي كلمات موثقة. لما يجي الياس، ما اقول عن نفسي، لما يجي الياس يكتب فيها ورقة علمية لا عربي
لا هندي لا اصفر. مين الكردي؟ لا اصفر. والله نحن حاليا ما نحتاج نذكر فلان وفلان، الآن نذكر المصدر مباشرة. الآن جامعة طوكيو طبعت معجم، طبعت قاموس آفيستا، ويمكن قراءته وهو متوفر على الإنترنت مجانا. أعطيك مثال بسيط. الآن إذا أنا أردت أن أثبت أن كلمة مساحة كلمة كردية، هل سأقول فلان وفلان؟ لا، سأعود إلى الآفيستا مباشرة. مساء في الآفيستا يعني سايز، يعني حجم مساء. ولذلك نحن في الكردية، وأؤيدها في الكردية الحديثة أيضا، احنا في الكردية الحديثة نقول فلان شيء ماسترش فلان شيء. ماستر يعني أكبر حجما. مساء بالبالوية أصبحت مه. نحن نقول ماستر يعني مساء اللي هي الحجم المساحة يعني مساء. مشان هيك بالكردية نقول فلان شيء ماسترش فلان شيء يعني أكبر. نعم. هذا الكردي الفلاح الكرمانجي ولا الكوتشري بيحكي، الكراد بيضحكوا عليه بيقول هذا شو ماستر. هذا هو طلع اصله من كتاب ديني الامه قبل 4000 سنه 3000 سنه. يا ما هي المشكله يا استاذ علي كولر، هاي مشكلتنا مع الكرد قبل الاقوام الاخرى. بالضبط مع الكرد. ايه الكردي فيه هبل مع الاسف قومي وانا منهم، لكن يابا احنا بنجيب لك اياه. لما الياس بيقول افيستا، هذا الافيستا كتاب موجود مخطوط مطبوع، تقدر ترجع له ويرجع له العالم من جامعة هارفارد. الآن إذا حصل تنازع بيننا وبين الإخوة العرب على كلمة بنية وبناء، نحن نقدر نرجعه لمصدر عمره 4000 سنة، هم ما يقدروا يرجعوا لمصدر عمره 1000 سنة بس. مثلا أعطيك مثال، كلمة بنية احنا نقول بان يعني المبنى يعني بان، ونقول باني يعني عالي، ونقول بني يعني تحت. نعم. وفي الافيستا كتاب قاموس افيستا المطبوع في جامعة طوكيو، بناء يعني قاعدة، بناء. هسه بنقول مش هسه بنقول بن، ما بعرف احنا بكردستان الجنوبية الاصل الشيء القعر البناء نقول بن. نعم. نقول بن. طيب معناها بنى ويبني وبناء وبنية بعد شو يعني بعد شو بدك يعني ما بعرف. جنج، وكلمة كنز العربية مأخوذة من كلمة جنج في اللغة البالوية يعني، وفي الكردية احنا نقول جنجينا، احنا هسه نقول جنج ومنها مدينة جنجة، كلمة كردية بالوية افستائية أصيلة قديمة في التاريخ عمرها آلاف السنين. خزينة جاية من كلمة خز. في عائلة عندكم مشهورة بدمشق خزنوي من كلمة خزنا باللغة البالوية. خز، تعرف ايش هو الخز باللغة البالوية؟ شو؟ فرو. والفرو مو بدمشق، هن بمنطقة الجزيرة مثلا يعني. مشتاق اعتقد انه هو فرو الحريرة اعتقد. نعم، فرو الحيوانات. خز وقز هي فرو الحرير يمكن. نعم بالضبط، هو الفرو، ومنها جايه دودة الخز. نعم دودة الخز، والشعب الخزار خز، وبالكردية نقول خز للفرو. نعم صحيح، والله انا قراتها بالبالوية وكنت ناسي معناها، انت ذكرتني فيها بصراحة. احنا لحد الان بنقول للفرو خز في كردستان الجنوبية، خز. انواع من القماش كمان يسموه خز. ونقول الحرير اللي مصنوع من نسميه هوريشم اللي هي ابريشم نحن بنقول هافرمش. ايه نفسه عندنا يقولوا هافريشم ايه هافرمش ابريشم بالبهلويه ابريشم. كثير يعني، حتى في كثير كلمات نحن بنستخدمها بالشام وهي اساسها كردي يعني. هلا فهمت، حتى في عنا جامع ذيك اليوم ذكرت عن الشام، في عنا جامع اسمه بتعرفوا اسمه جامع كردان. هلا عرفت انه معناتها كردان الناس اللي بتشتغل يعني، اللي بتشتغل بالرعايه يعني، بتشتغل مو يعني مو مدني يعني، بيشتغل يعني خارج المدينه. وعنا هذا جامع مسمينه بالحي، وهذا طبعا تسميه قديمه يعني، كيف اجت لدمشق وسموا الجامع بهالاسم هلا كمان عرفتها. طبعا في يعني في معلومات وفيره، انا بس بتمنى هالمعلومات اللي عم يحكوها
يعني كل مثلا تحكي كلمة الأستاذ الياس ولا الأستاذ مشتاق، يعني يسجلوا يعني هي الكلمة ويعطوا المعاني تبعها بالبهلوي ولين أساسها ويفندوها، يعني مثل ويسووا بصفحة على أي شيء على أي موقع تواصل اجتماعي لنجمعها نحن بهي الشكل لتنطبع بشكل كتاب كمان ليستفيد منه أكبر عدد ممكن. وهي الحالة ممكنة اليوم، ما في شيء صعب يعني. حتى لو كان الكتاب على شكل ديجيتال، يعني مو شرط يكون ورقي، تحسن هذا الشيء تنشره عن طريق النت، يعني كتاب ينتشر كديجيتال لتستفيد منه كل الناس، لانه المعلومات اللي عم يحكوها عن معلومات وفيرة جدا، غير ممكن انه نحسن نحفظها نحن، لهيك لازم تكون تتوثق، وحتى هي الوثيقة نحسن نستفيد منها مو نحن كل الناس كل الشعب الكردي. مروان، فعلا معلومات. احنا عندنا معلومات لو احكي لها يعني تسوي شويه مشاكل بين العربيه وعلاقتها بالكرديه والبهلويه. تتخيل انت ذكرت كلمه جامع اللي هي بالعربيه جامعه، كلمه حديثه، بالعربيه الاصليه يقولون ايش؟ مسجد. نعم، هي كلمة جامع كلمة كردية يعني جامع. مسجد كمان بهلويه، اذا مو صحيح صحح لي مسجد المعلومه. مسجد مسجد بهلويه. مزقفت بالأساس. نعم. طيب بالكرديه طيب حاليا نقول مسجد. مز يعني شو مز؟ يعني مزداء او رمزداء يعني. فهي مشاكل تحدث، الصلاة نفسها، الصيام نفسه، اتركنا يعني في اشياء يا خطيرة. سيدي واشياء اكثر من هاي، يعني في كلمات تعتبر اصيله في العربيه الان بكل سهوله نقدر نرجعها لاصولها الكرديه. كلمه ذكر وكلمه انثى شو اصولها؟ ما مفكر فيها. لانه عمليه التناسل بالنسبه للرجل والمراه، بالنسبه للرجل العضو الذكري للخارج، بالنسبه للتناسل المراه يتم من الداخل. مشان هيك ذكر اصلها ذاكير، ذا يعني الولاده، وكير هو العضو الذكري. لما نجي على انثى اللي هي انزا، ان باللغه الكرديه القديمه يعني داخل، واللي اجت منها كلمه ان اللي هو الجمعه، لانه الجمعه مقدسه بالكرديه، هي تضم كل الايام الكرديه الاخرى يعني. نعم. انزا هو عمليه التناسل من الداخل تصير بالنسبه للانثى يعني. والله صحيح جدا ومعقولة جدا. لا اكثر من هيك، حتى اسماء النطفه مني، الاستاذ مشتاق يعرف انه بالافستا بالبهلويه كلمه ما موجوده اللي بمعنى المي يعني ما لما نقول ما ني يعني ماء النكاح، لانه الني نياب باللغه الكرديه يعني نكحه. ماني يعني ماء النكاح، ماني. كلمة جين، الجين، الجينوم، الجينات اللي هي اصل هذا جايه من كلمه جين. اوه انت جيت على كلمه فظيعه، من كلمه جان. اوه جينا باللغه جين باللغه الافستانيه معناها الخصائص الوراثيه المتناقله من الاباء للاجداد. جين. واللي بنسميه احنا جان. مشان هيك اسم المراه بالافستا جينا، اجت منها جيندا اللي هي موجوده حاليا باللغه الكرديه، اجت منها الاعضاء التناسليه، يعني كلمات النكاح جان جونيك الى اخره. نعم، جينا اصبحت جن فيما بعد. اصبحت جينيولوجي باللغه الانجليزيه اللي هو التناسل يعني. تعرف انت تشيلكي جون خوار جون جيش نفسها اي جزري هات يا جون جونك جان جن، حتى قلتنا جن جاتيا الانجليزيه جينيولوجي، حتى كلمه هاجين اللي هي باللغه العربيه. نعم. ها جين هاجين يعني هاجين، لانه ها باللغه الكرديه اللي لما يكون يعني طرفين مشتركين بشيء واحد باللغه الكرديه تبدا بها. نعم. يعني هم يعني هاي صارت هاجين. نعم. هذاك اليوم شفت فيديو الفلاح كرماندي من باكور يحكي على شويه حطب، ما بعرف مرته شو هشكه يعني يابس. فورا تذكرت كتاب عظيم زردشتي مكتوب باللغه البهلويه اسمه يا ايادغاري زراران، يعني ذكرى عشيره الزراران. هذول كانوا اول عشيره وقبيله امنوا بالدين الزردشتي ودافعوا عن الدين الزردشتي حسب ما يقال في التاريخ الزردشتي. فكانت عندهم مملكه جنبهم غير زردشتيه، فهذاك الملك هددهم قال اذا ما رجعتوا عن الدين الزردشتي بسوي فيكم كذا وكذا. فشو قال؟ عباره باللغه البهلويه: هشك خوريم وتخيم سوزيم. هشك خوريم يعني ناكل. هشك سوزيم
ودخيم خوريم. هشك سوزيم يعني نحرق اليابس، ودخيم خيم يعني خام، النبات الخام الأخضر. خوريم لو ناكل أخضركم. هذه هي اللغة البهلوية، لغتكم القديمة يا كرد. هذا هو دينكم الزردشتي القديم. العرب لما سيقول نحرق الأخضر ونحرق اليابس والأخضر وكذا، هاي موجودة قبل آلاف السنين في كتاب مال أجدادكم، بيقولوا هشك سوزيم يعني نحرق اليابس، ودخيم خوريم. خيم صارت خام بالكردية. يا سيدي هشك صايره هارش وهارد بالانجليزيه، وسوزيم صايره سوت بالانجليزيه. فهذا هو أهمية أنه تعرفوا تاريخكم يا كرد لغتكم. وشكرا جزيلا، وأنا متأسف على الإطالة، متأسفين على الإطالة رغم أنه أكيد استفادتوا. وأشكر الأخ العزيز علي كول، أنا حبيت بس أسلم عليه وأطلع لكن استمرينا لهالوقت. فشكرا جزيلا وأبوس عيونكم، وشودان شاد بيت يا أخوان. شفباش شفباش. بهنفين بي شباب مني خوش سر تشافي مسر سريمه تعتوا خوش سلافوريس لا بوليس.